أعزائي المشاهدين، النشاط المسرحي من أهم الأنشطة التي تميز بيوت وقصور الثقافة في محافظات مصر، وده لأهميتها في إخراج المبدعين في مجالات الفنون كالشعر والتمثيل والغناء. أعزائي المشاهدين، وزي ما تعودنا من خلال برنامجنا المسرح في الصعيد، بنلقي الضوء على بعض العروض المسرحية في محافظات إقليم جنوب الصعيد، فتابعونا. أعزائي المشاهدين، هنشوف معاكم العرض المسرحي والجزء الأول من ريحة حنظلة، المسرحية من تأليف سعد الله والنوس ومن إخراج خالد أبو ضيف، فتابعونا. بؤس وتعاسة، تعب ومعاناة. الراجل اللي قدامكم ده هو بطل سهرتنا. أرجوكم ما تنزعجوش وما تزعلوش، عشان المواطن التعيس ده هو بطل المسرحية. ولو إن عصر الأبطال العمالقة ولكل مرحلة وليها شخصيتها، والراجل ده هو شخصية المرحلة اللي احنا هنعيشها دلوقتي. الاسم حنظلة، اسم الأب حامد عبد الشكور الحنظلي، اسم الأم راضية الحنظلي، سنة الميلاد ضيع، مكان الميلاد أي بقعة من المحيط إلى الخليج، الحالة الاجتماعية متزوج، اسم الزوجة ما يحكمش، ده اسم الدلع، المهنة مواطن صالح ومنتج حسب الطاقة، فصيلة الدم سالبة، فصيلة الدم سالبة، المبدأ أيوة المبدأ. مبدئي إيه مبدأك في الحياة؟ الباب اللي يجيلك منه الريح سده مستريح. امشي تحت الحيط جواه باطل الريح. وقال لك حاجة عند الكلب قول يا سيدي. يا سيدي الكرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. واللي يتجوز امك يا عمك ماشي يا عم. العين ما تعلاش عن الحاجة، ما تعلاش. ويا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا صلانتها. أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. ها ابعد عن الشر وغني له. هغني له على قد لحافك مد رجليك. يا بخت من بات مغلوب ولا بتغالب، 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 يا بخت من بات مغلوب. على قد الحبك مد رجليك، على قد الحبك مد رجليك، يا بخت من بات مغلوب ولا بتغالب. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. بؤس وتعاسة، عايش في محنة، السيامة هتزيد عليه المحن، لأن مش عارف سبب مصايبه إيه، ولا قادر يوصل لسر محنته، يبقى يستحمل بقى إيه؟ العذاب اللي هيقابله في محنته. أنا يا إخوانا ما بحبش أشفق في حد، ولا كمان أشفع على حد. إنك ما تشوفش حواليك لأنك أعمى حاجة، وإن عينيك تبقى سليمة ومش شايف تبقى حاجة تانية. ودلوقتي يا إخوانا هنبتدي الرحلة من أولها، وأول بداية الرحلة
في السجن. أعزائي المشاهدين، على هامش العرض المسرحي رحلة حنظلة، كان لنا هذا اللقاء مع مخرج العرض الأستاذ خالد أبو ضيف، هيكلمنا عن هذا العرض وإيه الرسالة اللي عايز يوصلها من خلال هذا العرض. أهلا بك معنا النهارده يا أستاذ خالد، وبرحب بك على شاشة قناة طيبة. في البداية لو اتكلمنا عن العرض المسرحي النهارده رحلة حنظلة، يعني تقصد بيها إيه وإيه الرسالة اللي عايز توصلها للجمهور؟ هو عرض رحلة حنظلة تأليف الكاتب الكبير سعد الله والنوس، وهو بيتكلم عن حالة الشعب العربي في فترة معينة من فترات التاريخ العربي، هي فترة الستينات والسبعينات. احنا هنا رمينا على اللحظة الآنية والواقع اللي احنا بنعيشه، ومدى ما يلعبه الموروث في حالة تشكيل الإنسان العربي، بدءا من السبوع والتلقين، اسمع كلام امك ما تسمعش مش عارف كلام مين، الكلام ده، الى لحظة المشاكل الشخصية. ودايما وابدا بنقول يا بخت من بات مغلوب ولا بات غالب، يعني بنعمل التلقين وبنلغي العقل، والعقل شيء مهم. فانا تناولت العرض من خلال هذه الجزئية، وماذا يفعل التلقين في الانسان العربي. لقيت صعوبة انك انت توزع الادوار في هذا العرض؟ لا اطلاقا، ما لقيتش صعوبه، لان فرقه كومومبو فيها تنويعه ممتازه من الفنانين الاكفاء اللي هم يعرفوا ازاي يتعاملوا. فمن اول جلسه انا عرفت انا هوزع الادوار لمين. استاذ خالد، يعني حضرتك كمخرج شايف انه في حريه من بعد الثوره عكس الاول؟ هو بالنسبه لي انا كان قبل الثوره وبعد الثوره واحد. انا بشتغل بمنهج معين، رفض برضه انا مقتنع بيه، قبل انا مقتنع بيه بس لو رفض كان خلاص مش هتقدر تعرضه. ما كنت بتحمل ده ومفيش مشكله عادي. طب النهارده يعني نقول هنشوف ان شاء الله عرض متميز من خلال فرقه كومومبو. اتمنى ان شاء الله، لان فرقه كومومبو من الفرق العريقه على مستوى اقليم وسط وجنوب الصعيد، وفيها جراندات وفيها ممثلين وفيها طاقات، فاعتقد ان هي تعمل فرجه مسرحيه جميله ان شاء الله. اشكرك، شكرا. صوت الصباح أصبح صامت، أسأل إياه وابنك سؤال، وفعل كل ليل والطريق بيتولد مليون سؤال. صوت الصباح أصبح صامت، أسأل إياه وابنك سؤال، وفعل كل مليون سؤال. ليه الأمان سكن الكهوف؟ ليه لما بتكلم بتتهز الحروف؟ ومهما فتح مش بشوف غير أسئلة فوق الاحتمال. ما شاء الله ما شاء الله، بقينا الظهر وحضرتك لسه نايم. ايه عايزني اجيب لك فرقه حسب الله عشان تقوم تفطر؟ ايه مش عاجبك الاكل مش كده؟ هات انا احط لك عليه التوابل. عشان تفطر بمزاج، ما تقلبش في خلقتك كده وقوم لك كسر راسك. ما تزعلش مني. هو النهارده ايه؟ النهارده لحد حد اطول من السبت، وكل يوم اطول من اللي قبله. انا امتى هخرج من السجن ده؟ ولا انت هتندب لي على الصبح يا روح امك؟ اصل بصراحه مش عادل كده، انا ما عملتش حاجه تخليني في السجن. هو انت لو ما عملتش حاجه كان سجنوك؟ انا طول عمري راجل شريف، عمري ما سرقت حد ولا ضربت حد، وبصدق كل كلمه بتكتبها الجرايد وبتقولها الاذاعه. اسمع بقى يا روح امك، اللي انا اعرفه عنك غير كده خالص. انت مشبوه ومزور، وليك ملف عندنا قد كده مكتوب عليه خارج عن النظام العام. حد عارف ياد؟ حد عارف لو ما كنتش هنا دلوقتي كان زمانك عامل ايه؟ يا مخرب، يا عميل، يا قليل الادب. تفضل تلف في الشوارع بالليل، ولما تتقبض تعمل نفسك عبيط ومش فاهم، مش كده؟ لا مش كده، مش ممكن. اكيد في لبس، اكيد عايزين حد تاني. اصل انا ما ينفعش امشي في الشارع بالليل. نعل الجزمه مش ناقص،
انا حريص جدا على ان نعل جزمتي ما يدوبش. انا مواطن شريف، من البيت للشارع ومن الشارع للبيت. بيتي مع مراتي حبيبتي، يبقى سيبها وامشي في الشارع بالليل عشان نعل الجزمه يدوب؟ اكيد في حد عايزين حد تاني، اكيد في لبس في الموضوع. يا شويش انت رايح فين وسايبني؟ انت عايزني اقعد معاك عشان اسليك مش كده؟ دقيقة هروح اجيب الكرباج وادوقك تسليتي. ابوس ايدك ابوس ايدك يا شويش ساعدني. انت باين عليك مش هتجيبها المرة. عارف انا كنت محوش مبلغ كده على جنب، لكن مش مهم. انت مش قلت لي انك ممكن تجيب لي محامي؟ اتفضل يا حنظله بيه، ارتاح يا بيه، اتفضل يا باشا. منين اجيب لك محامي بس؟ ومين يرضى يدافع عنك وانت التهمه لابساك؟ التهمه لابساني؟ اكيد في لبس. الا اذا يعني شفتني بحاجه. ايوه انت عارف انا الفلوس اللي 50 200 50 300 واخر كلام، موافق؟ طيب والمحامي هياخد كام؟ مش شغلي، اتصرفوا انتوا مع بعضيكم. ادفع كل اللي حيلتي عشان يجيب لي محامي يدافع عني. خد يا حنظله بيه، امضي على الايصال ده، امضي. عارف بقى يا روح امك، عارف لو لعبت بديلك هيبقى يومك اسود. انا عمري ما لعبت بديلي. دقيقة هروح اجيب لك المحامي. اتفضل يا استاذ. سيد القاضي، حضرات المستشارين، سيد الحاكم، سيدي المتهم، إني أقف أمامكم طالبا العدالة، طالبا الإحسان، طالبا الرحمة. يا استاذ احنا لسه في السجن. أي بائس خانه القدر وساء حظه. سجنوه كالعادة بشكل تعسفي، ثم ألقوا على كاهله حملة من الاتهامات الشنيعة. ما هذا البلد؟ ما هذا البلد الذي يحكمه التعسف والجور؟ تعال يا حنظلة. عارف يا حنظلة، واضح من وشك الطيب الإنساني إنك بريء، ولو دفعت لي 5000 أنا أحرمي نفسي في التهلكة علشانك. 5000 يا نهار اسود، وكمان 5 كفالة وأنا خرجك من السجن فورا في الحال. بس يا استاذ كده اسمع يا أستاذ، أنا وقتي ضيق جدا جدا. ها؟ كلمة ورد غطاها. أيوة ولا لا؟ يا استاذ انت بتطلب مني كل اللي حيلتي ده. انا قعدت 20 سنه احوش في المبلغ ده وبيضيع مني في 20 ثانيه. اشتري حريتك. عموما انت حر. 5 أتعاب و5 كفالة، واعتبر نفسك حر من اللحظة دي. ها يلا كده يا حنظلة، امضي لي على الإيصال ده كده يا سيدي. تاني؟ أيوه، امسك. 5 أتعاب و5 كفالة، امضي يا حنظلة. ربنا يستر بقى. كده احنا اتفقنا. ها؟ ماشي يا استاذ. اتفقنا يا اخ حنظله. على اذنك. يا استاذ انت رايح فين؟ حضرتك لسه ما سالتنيش عن القضيه. ما تقلقش يا سيدي، كل شيء هنلاقيه في ملف القضيه. يا استاذ اللي في الملف ده كله كده، والله انا خايف نخسر القضيه. عيب يا استاذ، نخسر ازاي؟ 25 سنه في المحاماه، وكيل محامي. يا نهار اسود، وكيل؟ قصدي محامي يا حنظله، تأبيده يعني. وتقول لي نخسر؟ يا راجل اتكل على الله وعليك. ده انا سوف استخدم كل براعتي وكل بلاغتي كي تخرج الى الهواء الطلق وتنعم بدفء الشمس يا حنظله. دفء الشمس يا حنظله؟ ساستخدم كل بلاغتي و5000 اتعاب و5000 كفاله. والله حرام اللي بيحصل ده. الشنطه يا حنظله، الشنطه. انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده. باي. انا مش فاهم حاجه. باي يا حنظله، باي. انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي. المتهم حنظله حامد عبد الشكور.
يا فندم اقسم بالله يا فندم انا بريء. فانت بريء. ومع ذلك جاي تقيم هنا في السجن اقامه كامله. مش هم اللي سجنوني وبعدوني عن بيتي ومراتي. هو انت فاكر ان الدوله بانيه السجون علشان تقوي فيها امثالك؟ امثالي؟ ايوه. مش انت بريء؟ ايوه بريء طبعا. وكمان المحامي بتاعك اثبت براءتك. علشان كده مدير السجن امر انك تدفع تكاليف اقامتك هنا. حسبنا لك المبيت على سعر الفنادق المتوسطه، ضفنا عليهم الوجبات والمشروبات اللي انت حضرتك اتدفعتهم، طلع الحساب 5000 وبس. تفتكروا لازم نواسيه؟ اكيد شويه لطف على حنان يمكن يساعدوه، لكن اللي يساعده اكتر انه يفهم المشهد الان يدور في الشارع في الهواء الطلق. يا السجان قطع حزامي. تصور الراجل جزمة، نسيت جزمتي. كنت فين يا حبيبتي؟ وحشاني. انت عارف الحزام ده جلد طبيعي اصلا، انا اشتريته يوم جوازي، لكن السجان قطعه وهو بيضربني بيه. هو اللي ما عندوش حزام ما يقدرش يستر لا مؤاخذه. فعلا انا كنت بعتز بيه الحزام ده فعلا. انت جعان؟ اقعد. اتفضل. اخيرا لقيت حد يفهمني ويحس بيا. انت عارف انا ضحيه ظلم بشع. مفيش مظلوم من غير ظالم. انا كنت ماشي في الشارع عادي كده في حالي ولوحدي، وفجاه لقيت البوليس قدامي. مش هو ده الراجل اللي بندور عليه؟ يا فندم اقبضوا عليه. ومسكوني. قلت لهم يا جماعه انا حنظله. قالوا لي احنا هندواك الامر من الحنظل. بتعمل بالليل في الشارع ايه يا ابن يا جماعه بالراحه، انا بشتري مجله النجوم. اصل انا ومراتي بنحب نقرا الحظ. انت برج ايه؟ انا الثور ومراتي العقرب. البرجين دول كده. وطبعا اكيد قبضوا عليك. ايوه. قصه جميله مش كده؟ قصه مثيره قوي. لكن تصور انا ما تاثرتش بيها. ايه؟ وانا اللي كنت فاكر ان اخيرا لقيت حد يفهمني ويحس بيا، بس مفيش غيرها مراتي، هي الوحيده اللي تقدر تحس بيا. زمانها قاعده دلوقتي في البيت مستنياني. أعزائي المشاهدين، على هامش العرض المسرحي رحلة حنظلة، كان لنا هذا اللقاء مع بطلة العرض النهارده الممثلة صباح. أهلا بيكي معانا النهارده وبرحب بيكي على شاشة قناة طيبة. النهارده من خلال العرض المسرحي رحلة حنظلة، يا ترى دور حضرتك عبارة عن إيه؟ أنا بلعب دور الزوجة الخاينة اللي هي بتخون جوزها وبتقهره. والقهر هنا في المسرحية ليه أساليب كثيرة، يعني قهر من الحكومة، قهر من المدير العام، قهر من الشارع، يعني حاجات كثيرة. لقيت صعوبة في إنك أنت تتقني هذا الدور؟ لا طبعا، أنا ممثلة محترفة وليا وضعي ومكانتي في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعروف عني إن أي دور بركبه بجيبه يعني. ماشي، يعني هو الممثل يعني مهما برضه يعني كانت عنده خبرة بالتأكيد يعني بيبقى يعني عنده حبة رعب شوية. أكيد، لا ده في كل عرض، حتى لو أنت ليك 100 سنة بتمثل في كل عرض الهيبة دي موجودة. اختيارك للدور ده كان بناء على إيه؟ لا هو اجباري اختيار الدور على فكره، ان ما فيش ممثله بتيجي من بره، فانا طبعا ممثله في الهيئه العامه لقصر ثقافه كومامبو واسوان، فانا مفروض على المكان ان انا اعمل الدور ده يعني. يعني المخرج كان ممكن يجيب حد من بره من الكاست بتاعه ومش عارف ايه، لكن دلوقتي الهيئه اصدرت قرار ممنوع حد يجي من بره، الصعيد في الصعيد، بحري في بحري، فاحنا طبعا في الصعيد هنا ممثلين ومعروف عننا ان احنا كويسين يعني مش وحشين، فانا بنت المكان في هنا، فلازم انا اعمل الدور ده يعني. ادائك يعني او المسرح بشكل عام اختلف من بعد الثوره؟ اكيد طبعا. ليه؟ حاجات كتيره باظت في البلد بعد الثوره. انا بتكلم على يعني مع حاجات كتيره برضو، المسرح الميزانيه
كانت قد كذا نزلت قد كذا، فده عجز برضه بيعجز. بتكلم على حريه الممثل على المسرح. بقت حريه اكتر من الاول كان الواحد ملتزم بنص بيقوله ما يقدرش يخرج عنه، انما بعد الثوره طبعا في حريه وديمقراطيه والواحد بيقول اللي هو عايزه. ازاي نكتشف المواهب علشان برضو يبقى في يعني نقول رصيد او عدد كبير جدا من الممثلين في جنوب الصعيد؟ والله بص، هو العنصر الرجالي متوفر، وحتى في العرض هنا هشوف ممثلين جداد شباب، انما المشكله هنا في البنات. بالرغم ان الاول انا لما كنت بمثل انا اول واحده على مستوى الصعيد طلعت تمثل ووقفت على خشبه مسرح، وواجهتنا صعوبات كتيره في الاول خالص. فدلوقتي في تفتح شويه، بس برضو الازمه هي في العنصر النسائي. يا روح. انت عمرك ما فرقتي خيالي لحظه واحده. صورتك كانت دايما جواي، وشك، شعرك، عينيك الجميله كانت هي عزم الوحيد في المصيبه اللي نزلت عليا. حنظله انت جيت يا منيل يا خرابي، ابعد عني ما تلمسنيش. بعد ما سبتني مرزيه لوحدي جاي تغني عليا وتقول لي صورتك ما اعرفش ايه خيالي. ما شفتش عمل اكتر من كده؟ لو عرفت ايه اللي كان بيحصل لي. والله انا ما بقعدش على غرز ولا بدخل الخمارات اللي انت بتسكر فيها كل يوم. انت كنت فاكرني في ربنا يسامحك بقى بعد العمر ده كله تفكري فيها بالطريقه دي؟ هاتشي يرحمكم الله. انت عارفه انا اتحملت عذاب فوق الوصف. حبسوني في زنزانه صغيره قد كده، ضربوني بالعذاب الجلد الاصلي لحد ما قطعوه، وفي الاخر خدوا مني تحويشه العمر. يا مسرتي يا خرابي، تختفي ومحدش يعرف لك طريق بره وتباع زي القرشين اللي حالتنا. لا، الكلام ده تقوله هناك عند امك، انما عند انا ما ينفعش. انا خلاص زهقت طهقت فضبيه. صحه وعافيه. انت عارفه ان انا عمري ما قصرت في حاجه، بشتغل ليل ونهار زي الحمار. عمري ما بصيت لترقيه ولا فكرت في حد بيكسب اكتر مني، ومع ذلك الاقي كل مصايب الدنيا بتتعذب عليا. الكلام ده تسرح بيه على حد تاني. العيبك دي ما عادش تحيل عليا، كان يوم اسود يوم ما اتجوزتك. ايه ده؟ الله 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 الله، ايه ده؟ امال فين رجليكي؟ ازاي يا راجل تسألني في رجليكي؟ ما انتش عارف طبعا. هو انت حاسس بالبرد اللي احنا فيه؟ ما انت طول الليل قاعد تسكر في الخمارات. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده حتى هدوم الشتويه مقطعه وما معيش اجيب غيرها، وبعد ده كله تقول تستهبل عليا وتقول لي رجليكي فين؟ اسمع، انا ملهى لك اهو، انا ما اعرفكش واحسن لك تغور من وشي. يعني ايه؟ يعني تطلع بره بيتي، البس باسمي والعصمة فيه. بس انا المفروض نعيش مع بعض، المفروض المتجوزين يعيشوا مع بعض. متجوزين؟ كان فين الكلام ده لما سبتني ودرت على حل شعرك؟ لا، في حاجة غريبة، في أصوات غريبة في الأوضة. طبعا، ما أنا عارفة اللي أنت بتفكر فيه، لكن أنا بقولها لك بوضوح أهو، اللي بينا انتهى. لا، الأوضة دي فيها حاجة غريبة، الأوضة دي أكيد ساكنها عفاريت. اسمع، أنا معرفكش، معرفش أنت مين، وكمان عند كلبي متوحش لو سبت عليك هياكلك.
كده غفلان ما تشوفش اللي حواليك مهما الحقيقة تبان فارق ايديك طال الحياة هتعيش كمان وتموت كمان خليك مجمع عينيك وافضل كده غفلان ما تشوفش اللي حواليك مهما الحقيقة تبان فارق ايديك طال الحياة هتعيش كمان وتموت كمان خليك كده غفلان. أعزائي المشاهدين وما زلنا بنواصل الحديث عن رحلة حنظلة، ومعنا في هذا اللقاء أحد أبطال العرض أيضا هنتعرف عليه ونشوف النهارده دور عبارة عن إيه. أهلا بيك معنا النهارده وبرحب بيك. دور حضرتك النهارده من خلال رحلة حنظلة عبارة عن إيه؟ دور حرفوش اللي هو الضمير بتاع حنظلة، ضميره اللي بيقوده، بيطلعه من هنا من هنا، بيقود بيه لغاية ما يوصله للمرحلة في النهاية يصح الضمير بتاعه. أنا الضمير بتاعه بالظبط. الرسالة النهارده من خلال هذا العرض يعني اللي عايزين توصلوا للجمهور. هو بتحكي الدور كله او الرساله كلها قصه الموظف المعاصر اللي مضطهد في الزمن بتاعنا، مضطهد في البيت، مضطهد في الشغل، مضطهد في كل حاجه، في كل اعمال مضطهد فيها. بس فانا بقوده، بطلعه من اللي هو فيه لغايه ما اوصله في النهايه للحظه الانفجار اللي هو الكت اللي هو فيه، بيوصل للحقيقه بتاعته في الاخر النهايه. ايه الصعوبه انك انت تعمل هذا الدور؟ اكيد طبعا. اول مره اعمل دور بالنسبه لي، جديد عليا بالنسبه لي، ففي صعوبه جدا. هو ما بين الراوي ما بين المشخص حاجه زي كده يعني، فصعوبه جدا علينا. عرض رحله حنظله عرضتوه قبل كده؟ لا، دي اول مره. الاستاذ الكاتب الكبير سعد الله ونوس بامانه اول مره نشتغل حاجه زي كده ليه. اول مره. تمام. اختيارك لهذا الدور او المخرج لما يرشحك لهذا الدور كان بناء على ايه؟ والله كان بناء على شاف فيك يعني على امكانيات الممثل اللي قدامه يعني، على امكانيات، وانا حبيت بامانه الدور يعني، عجبني الدور فحبيته يعني. تمام. فربنا يوفقنا ان شاء الله فيه ان شاء الله. ان شاء الله. ما فيش اتعس من كده بصراحه. هو مش عارف ايه اللي بيحصل له بالظبط وسببه ايه. عموما حنظله لسه عنده وظيفته، والمشاكل دي كلها اللي حصلت مش ممكن تنسيه شغل اللي هو بيأديه على اكمل وجه. انتوا عارفين الموظف طبعا، واكيد اتاثر بغيابه. هياخد اجازه عن كام يوم اللي غابهم، وهيرجع يا اخوانا ويبدا يشتغل من اول وجديد. نشهد الان في عمل حنظله، يلا بينا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير حضرتك. انا جيت اهو، جيت. ارجو ان غيابي يعني ما يكونش عمل دربكه وربكه في الشغل. لو حضرتك عرفت اللي حصل لي، رموني في السجن. اسمع يا جدع انت، المخابرات البوليسيه بتاعتك دي اعملها على حد تاني، ما تعملهاش عليا انا. ان كنت عايز صدقه يفتح الله يحنن. لا يا فندم، انا بس موظف هنا، ولو حضرتك ركزت شويه هتفتكر ان حضرتك اشدت بيها 3 مرات. فاكرهم زي ما بفتكر المواسم والاعياد. انا عمري ما غلطت ولا غلط. اسمع، انا وقت بفلوس. قصر عشان انا ابتديت اتنرفز. يا فندم ارجوك تقدر موقفي. انا ذنبي ايه انهم اعتقلوني ظلم؟ بقى انت عايزني اسيب شغلي واقعد قصادك؟ لا ده انت زودتها قوي. طب بص حضرتك، اوعد حضرتك ان انا اضاعف الانتاج. انا ممكن اشتغل مكان نفرين. انا عايزك تطلع بره ودلوقتي حالا. ايه ده؟ هو حضرتك مصمم انك انت ترميني في الشارع؟ انت منهم بقى، انت اللي بتحرض العمال على الشغل. ابدا والله، انا بس بطالب بحقي. حقك الوحيد عندي انك تتفضل تطلع بره ودلوقتي حالا. يا فندم بس حضرتك يلا بره. يا فندم الظاهر ان الذوق مش نافع مع امثالك. يا ام طلعوا الراجل ده بره، مش عايز اشوفه هنا تاني. يا فندم طب ما تزعلش نفسك، انا هخرج لوحدي. يا فندم هي دي مكافأة الامانه؟ هو ده ضمن الاخلاص؟ امسك لسانك، المكان ده مش مكانك، والزمان ده مش زمانك. بعد ما فات
حصانك كفاية كلام ارحل يا فارسنا الهمام الحق ده لازم يعود مهما بنيت أسوار وصنعت من خوفنا بيوت مهما بنيت في سطور هنكمل المشوار هنكمل المشوار. دورك النهارده من خلال رحله حنظله. انا عامل شخصيه دكتور سايكوباتي اللي هو جايبه حرفوش عشان يعالج حنظله وكده. فالدكتور اصلا يعني هو كمان مهموم بهموم تانية يعني. بيعمل معاه يعني بعمل معاه شويه قفشات ظريفه كده و يعني هي شخصيه مركبه. شخصيه الدكتور الشخصيه مركبه في العرض وبلعب فيها كوميدي يعني. كل عرض او كل مسرحيه بيكون ليها هدف او يكون ليها رساله بالنسبه للجمهور. الرساله النهارده او الهدف من هذا العرض؟ والله احنا بنودي رساله بالذات حنظله يعني ان لازم احنا في الظروف الحاليه اللي احنا فيها دي ان لازم احنا كلنا نتكاتف مع بعض ونساعد بعض عشان الرحله توصل لنهايه جميله يعني. فحنظله بيعمل كده رغم المشاق اللي هو بيشوفه في طول العرض، ولكن بيوصل برضه في الاخر ان هو برضه بيقهر الظلم والعذاب اللي بيشوفه وتستقر ان شاء الله. مثلت قبل كده ادوار ايه؟ والله يعني عملت الزناتي خليفه في سفير عزيزه مع الاستاذ ياسين الضو، عملت سيسي مع الاستاذ شاذلي فرح في شاهد ملك، عملت مع الاستاذ عادل بركات في احلام ياسمين، الاستاذ طارق حسن عملت فيه الزعيم حسن يعني الحمد لله. انا بهنيك وان شاء الله نشوف النهارده اداء متميز من خلال العرض المسرحي رحله حنظله. شكرا. اهلا وسهلا بيكم. شكرا فندم. اتقفلت كل البيبان في وش حنظله بصراحه. كفايه عليه كده بقى. تفتكروا يا اخوانا نواسيه؟ اكيد، بس ما تزعلوش مني لو عاملته بقسوه شويه. احنا دلوقتي في الحديقه. اخطر ما يصيب السلحفاة ان تنقلب على ظهرها. انا يابا جسمي مكسر جسمي مكسر. انت عارف انا كل ما اجي اقعد في حته احس ان المكان بيتسحب من تحت مني وقت. كنت هبوس على رجله لكن ما سمعنيش. انا عمري ما اتاخرت لحظه واحده. سجل ما فيهوش ملحوظ ومع ذلك رموني في الشارع زي الكلب. في الشغل ممكن اي واحد يشتغل مكانك ببساطه وممكن الاستغناء عنك كمان. انت كده بتذبحني. ما فيش حد قادر يحس بيا. ولا مراتك حاسه بيك؟ ها مراتي؟ ها هو حصل ايه؟ مراتي اللي قسمتها نص حياتي. كنت فاكرها هتاخدني في حضنها وتمسح همومي. طلعت مستنياني بالمقشه، طردتني في الشارع وفضلت انها تعيش لوحدها. انت متاكد انها كانت لوحدها؟ ها؟ طبعا متاكد. ما كانش معاها غير ايه؟ رجليها اللي كانت متجمده على البرد ووقعت على السرير. العقرب بيلدع والطور يا اخواننا قرونه بتطول. اقعد. فعلا انا برج الطور ومراتي برج العقرب، بس البرجين دول كده. طب ما لاحظتش الرجلين دول ليهم شنب؟ برضه انت عايزني اكدب عينيا واقول ان كان في راجل في بيتي؟ ما تزعلش نفسك. في الشغل ممكن يا اخوانا الموظف يتبدل بواحد تاني ببساطه، وفي البيت برضه ممكن الزوج يتبدل. انا مش فاهم حاجه. اقول لك انا ايه رايك ما نستشير النجوم؟ استنى اقراك برجع. لحظه. ايوه التور. وجع في الراس والاسنان سببه حالتك العصبيه. عالج الامر دون تاخير. فعلا انا حاسس ان انا عيان قوي. لو فعلا انت عيان انا مستعد اخدك عند دكتور. يا عم انا معايا فلوس اديها للدكتور. ما يهمكش، انا اعرف دكتور مختص بالحالات المرضيه النادره دي. كل حاجه هعملها انا. هتسلمه نفسك، هيفتح لك الحاجات ويزيل الزيادات
ويوصل لمواطن العلة. بعد ما تخرج من التجربة دي مباشرة هتحس بانك احسن خالص. اي والله، ده دكتور متخصص وعظيم، واسمه كمان خالد عبد العظيم. يلا بينا. انا حاسس ان انا عيان قوي. لو فعلا انت عيان انا مستعد اخدك عند دكتور. يا عم انا معايا فلوس اديها للدكتور. ما يهمكش، انا اعرف دكتور مختص بالحالات المرضيه النادره دي. اللي هتحاسب كل حاجه هعملها انا. هتسلمه نفسك، هيفتح لك الحاجات ويزيل الزيادات ويوصل لمواطن العله. بعد ما تخرج من التجربه دي مباشره هتحس بانك احسن خالص. اي والله، ده دكتور متخصص وعظيم، واسمه كمان خالد عبد العظيم. يلا بينا. احنا دلوقتي يا اخوانا في عياده الدكتور المتخصص في الطب السيكوعلاني. يلا معايا يا دكتور. يا باشا استريح يا باشا. صبح يا باشا. يا دكتور يا دكتور. حرام ايه؟ هو حد بيجي لك يا دكتور؟ حد بيجي لك اصلا؟ مريض يا باشا، مريض اهو يا باشا هناك. معاينته يا باشا مهمه جدا لسيادتك. ممكن يكون اكتشاف علم جديد او تزود بيه رصيدك عند جماهيرك المرضى يا باشا. انت بنت تعالي تعالي. لا بقول لك ايه؟ انت يا عم يا باشا امسكوا معايا. ماشي يا باشا. تعال خش يا باشا. خش يا باشا. اهو يا باشا. اهو يا باشا. يا ابني ليه؟ اهو يا باشا. اهو تعال ما تخافش. اهو يا باشا. تجيلي كده؟ لا فعلا الاعراض واضحه. ما تخافش، هي حاله مش مستعصيه. عارف؟ ايوه الكشف والله. انت خليك معايا. الكشف والله. حاضر. استنى يا فندم. اتفضل. كويسه، ولو مستعصيه هتبقى خير وبركه. ده يوسع لنا افاق البحث العلمي. احنا في حاجه شديده لتنوع الحالات. وبخلاص الاطباء اللي زي يا استاذ. ايوه خليك معايا هنا. معك يا باشا. وبخلاص الاطباء اللي زي هو ده اللي خلى الطب سيف واعلامي اتقدم بالشكل المهول ده. امراض كتير كان علاجها مشكله مزمنه، ودلوقتي بقت تتعالج اسهل من الزكام. الاكتئاب المزمن والقلق الانفصام والوسواس مركبات الذنب والطفح الانفعالي والاحباط الجنسي والشبق السياسي والصخب الاجتماعي ياما والصدمات العاطفيه. حالات القلق. حالات القلق الوطنيه. حالات القلق الوطنيه يا فندم. والاسئله التشكيكيه والانفصامات السيكوباتيه دي مجرد عينه. ما تخافش، دي مجرد عينه من الامراض اللي احنا بنعالجها بسهوله. مجرد عينه. تعال اقول لك، عارف يا اخ خرطوش؟ نعم. حرفوش. انا اسف. عارف، عشان كده عيادتنا دي بقت من اهم اسس الاستقرار في المجتمعات المعاصره. وتدعيم الانظمه القائمه يا فندم. يعني مثلا ازاي الانسان يتكيف مع واقعه ويتوائم مع مجتمعه بالطب السيكو اعلامي. ازاي الانسان يعيش هادي سعيد راضي. الطب السيكو اعلامي. ازاي الانسان يتحمل الفساد والغلا. بالطب السيكو اعلامي. وازمات السكن والمواصلات والتومين. الطب السيكو اعلامي. اختصاصي انا واعوذ بالله من قولة انا، ده معجزة العصر. اخر الاحصائيات بتوضح ان في انخفاض ملحوظ في نسبة الاضطرابات الاجتماعية والانتفاضات الشعبية وارتفاع ملحوظ
ارتفاع ملحوظ في حالات الجنون الفرديه يا باشا. انا خايف. نايمين نايمين. ساعديه على الاسترخاء. ايه ايه يا باشا مش ده ايه يا باشا؟ ابو شعر يا ام. ماشي ماشي. لا 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 انا عايز امشي من هنا. ما تخافش ما تخافش امشي من هنا. ما تخافش. اتفضل اتفضل. هتتظبط ما تخافش ما تخافش. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. جو رقم 3 معاينة تسجيل الأعراض الظاهرية. اقعد. لون الجلد طبيعي. يا باشا يا باشا يا باشا، دي عينه هتفوتها له عينه بالراحه. تكشف هي يا باشا. العينان دمعيتان. الأكفان اهتزازية واضحة. ملامح الوجه عريضة. ايه؟ بص تحت. ماشي. يا ابوي الرائحة عطن بولي. شكرا هاتي خلينا نخلص. هاتي. ايوه. ايه دي يا باشا؟ ايه دي؟ يخرب بيتك. ايه ده؟ دي العظمة بتاعت الراجل. لا ولا حاجه. ده مات يا ابني. ما فيش حاجه. دي لازم توريني حاجات. ما تخافش. بص اهي ثبات استطاق الاسنان. لا لا اي وجع في العينين. ايه ده؟ ايه يا باشا؟ انا سامع صوت. يا باشا النفس قطع معايا يا باشا، النفس قطع. خف شويه النفس قطع يا باشا معايا. لا مؤاخذة يا باشا. الاستجابة العصبية احتقانية. خدي يلا. ايوه يا دكتور انت اللي هتكشف، ده مريض. اسف كل حاجه اسف. حيا يا نهار اسود. يا نهار اسود. ورم خطير. فين يا دكتور؟ مش عارف. معلش احنا هنضطر نعمل له عمليه. لا العمليه لا هتتظبط. ده لسه موت الراجل. المنظار ما تخافش براحه يا باشا. براحه. افتح بقك. ساعدني. لحظه يا باشا. عادي عليا. عالي عليك. اطلع شوف كده. اشوف انا. اتفضل. ايه ده يا باشا؟ ايه ده يا فندم؟ ايه في قناة طويلة وملفوفة يا فندم وفي آخرها خرم. لا سده. لا الحالة مستعصية. افتح. ما تخافش جو رقم 5. معاينة الاستجابات الذهنية. بص بقى، شايف المزة اللي هناك دي؟ ايه اللي في ايديها ده؟ دي دايره. ده قمر. قمر. ايه ده؟ دي قضبان سجن. يا اخي حاجز مرور يا اخي. اصبر. حاجز مرور. ايه دي؟ ده كرباج. ضحكت عليه. اوه ده حزام يهبل. ايه ده بقى؟ عيب. دي تترسم ازاي دي؟ عيب يا دكتور. عيب. ايه دي؟ عيب مش ستيانة يا سيدي. دي نضارة.
دي دوده. عصايه. دي قمر. دايره يا اخي. بس كانت قمر من شويه. معلش. لا المرض واضح تمام. تشوش في الاستجابات الذهنيه واختلاطات هذيانيه واضحه. فاهم. انا كل حاجه قدامي بشوفها بالمشقلوب. ازاي اقدر افهم او اشوف كويس؟ عارف. ايوه اتفضل يا باشا. انت اتفضل يا باشا. يا ابويا. ايه؟ يا باشا عايزين نخلص يا باشا. ايه عايزين نخلص في الكشف التاني. معلش ايه؟ انت كان عندك شعور حاد قبل التضمر صح؟ مع ارهاصات وعي متاخر. هي الجراحه ضروريه. جو الجراحه الدماغيه. توكل على الله. السطور يمه. الدماغ المعجزة. الدماغ يا باشا مليانه حاجات واسرار غريبه ما تعرفش. تخافش هنظبط كل حاجه. شيل دماغ مليانه تراب وكراكيب. شيل يا باشا. حاجات هننضفها ان شاء الله. يا باشا امسكي هناك. بس لا عايز انضفها. نزلي يلا هاتي. احنا دلوقتي هنعمل له غسيل ونجدله هبط. توكل على الله. توكل على الله. دماغه ما تقلقش. حر ما تقلقش كله هيتظبط ان شاء الله. امسكي. الحمد لله دماغه دلوقتي بقت عامله زي الموتور الجديد. اشتغل. هات يلا. اديني بتاع الحمرا دي عشان المرور. ناخد مخالفه ولا حاجه يما. هات. ايه يا باشا؟ عشان المرور بس ما ياخدش مخالفه. يلا توكل على الله. ايه ده؟ هيشتغل. انت عارف مشكله البنزين يعني. والله هيشتغل. الله عليك يا حبيبي. يا باشا. الله يا باشا. هايل يا باشا. هايل يا باشا. تجديد قطع غيار الانسان. طبعا دماغه زي الموتور الجديد والضحك ده اكبر دليل. يعني ان شاء الله في امل يا دكتور. الحمد لله والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا يعني. أعزائي المشاهدين، على هامش العرض المسرحي رحلة حنظلة، معنا في هذا اللقاء بطل العرض النهارده، هنتعرف عليه ونشوف دوره النهارده عبارة عن إيه. أهلا بك معنا النهارده، ويا ترى حنظلة النهارده يعني عبارة عن إيه في هذا العرض؟ والله هو حنظلة هو المواطن العربي المقهور اللي بيتعرض لظلم في كل حاجة في حياته. دخل السجن عشان لمجرد ان هو ماشي في الشارع بالليل، مراته بتخونه، ولكن هو بيتحمل جزء كبير من الموضوع ده لان هو سلبي جدا. هو سلبي، فبيتعرض للعملية، والعملية دي المفروض ان هي غسيل وتنظيف اللي في دماغه، فبيفاجئ ان هو ضحك، وبقى الموضوع بالنسبة له
وبقى الموضوع بالنسبه له يعني هو برضه مش فاهم ولسه مش فاهم. بيواصل رحلته، بيروح لواحد درويش بيلاقي نفسه مش فاهم، بيروح لواحد فيلسوف بيلاقي نفسه مش فاهم. ففي الاخر بيروح للحكومه، بيقترح عليه ضميره اللي جوه العرض اللي هو حرفوش ان هو يروح للحكومه. فبيروح للحكومه، المفروض ان هي بتحل الموضوع، فبيفاجئ بان الحكومه امتداد لكل العناصر اللي فاتت، امتداد للدكتور وامتداد للدرويش وامتداد للسجان، وبيلاقي نفس الكلام اللي هو قبله في كل رحلته بيتلخص في نقاشه مع الحكومه ومفيش حل. فبيضطر ان هو يثور بقى في الاخر وهيستفيد من الرحله اللي حصلت له، ولكنها مفتوحه. ايه الصعوبه في انك كده تأدي هذا الدور؟ والله كذا صعوبه بصراحه. يعني اولا انا بقالي مسافر، يمكن بقالي 3 أو 4 سنين ما اشتغلتش، ما مثلتش. فدي اول حاجه. ثاني حاجه ان شخصيه حنظله شخصيه ليها عده جوانب. الجانب الضغط اللي عليه، والجانب السلبي اللي عنده، وجوه العرض بقى نقطه التحول اللي بتحصل لحنظله والتطور اللي بيحصل لشخصيته، لان هي شخصيه ليها كذا جانب. فالحمد لله بمساعده الاستاذ خالد، وبمساعده طبعا زمايلي واخواتي الكبار وعمامي استاذ محرم واستاذ خالد اللي شغالين معايا، واحده واحده كده بدانا نفتح الموضوع. من وجهه نظرك انت الرساله اللي عايزين توصلوها للجمهور؟ ان الشعب المفروض ما يبقاش سلبي، وفي تطور الاحداث اللي بتحصل، وحتى وان كانت تطورت الانظمه او كده، ان الشعب المفروض ما يبقاش سلبي، لان هي السلبيه في الشعب هي اكتر حاجه بتخلي الشعب يفقد هويته ويفقد ماده يعني اقتصاده، وبيفقد بعده الاجتماعي وبيفقد بعده الثقافي. سلبيه الشعب دي بتخليه واحده 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 يتحول من محرك للاحداث ومن محرك للوطن وعضو فاعل في الوطن لحد هامشي جدا، مع ان المفروض الشعب هو اللي يكون بيحرك البلد. خلاص يا اخوانا، كل حاجة بايظة في حنظلة اتصلحت، وهيرجع يشتغل من أول وجديد زي السمكة اللي رجعت للمية. تفتكروا هيستمر كتير كده ولا قرب يفهم؟ انت فين يا صديقي؟ أنا حاسس إن أنا مش طبيعي، حاسس إن المرض زاد إزاي يا راجل؟ إحنا لسه طالعين من الدكتور دلوقتي، بيقولوا العملية نجحت، جسمك سليم وعقلك سليم 100% الحمد لله. سليم ازاي؟ بقى بعد كل اللي حصل لي ده، اعتقلوني بعز الظهر، ومراتي كرهتني، وطردوني من الشغل، وسرقوا كل اللي حيلتي، وبضحك. مش المفروض ان انا اعيط ولا الظاهر ان انا بضحك على روحي؟ طب اسمع، انت مش حاسس بتحسن خالص؟ ابدا، انا حاسس ان الحاله بتسوق، والضحك ده كمان مش احسن ما تعيط يا اخي؟ مصيبه جديده، مفيش حد عنده حل. ايوه، بيقولوا في درويش كبير كراماته ياما، نظرته عمرها ما تخيل، راجل واقف لازم نزوره، وان شاء الله هنلاقي الحل عنده. يلا بينا، يلا بينا. هو ده اهو. ايه يا سيدي درويش؟ اسمي حنظله. الاسم في السماء، وسبحان من يمتحن عباده بالمحن ويبلوهم بالبلاء. انا عبد غلبان مؤمن، طول عمري ماشي على الصراط المستقيم. لا تتباهى يا عبد الله، لا تتباهى، إن الله لا يحب المتباهين. سامحني يا مولانا، سامحني. هو وحده الذي يسامح. سبحانه اهو يا مولانا، سبحان. انا عمري ما اذيت حد، عمري ما حسدت حد ولا حقدت على حد. كل امنيتي ان انا اعيش مستور وفي امان، ومع ذلك بلاقي المصايب عماله تترمى عليا. لا تزد في السؤال، لان السؤال يقود الى الشك والضلال، ولا تفقد الرضا لانه اسمى نعم المولى. طردوني من الشغل وقفلوا في وشي باب الرزق. احمد الله انك المطرود لا طارد. طب لو اعتقلوك يا مولانا من غير اي سبب؟ احمد الله اني المظلوم لا الظالم. طب لو سرقوا من جيبك كل اللي حيلتك؟ احمد الله اني المسروق لا السارق. طب لو مراتك، ركز في دي، لو مراتك طردتك لاني واحد تاني نايم في حضنها اقتلها. نعم. احمد الله اني الحافظ لفرجه لا المفرط فيه. اموتها استلهافها. ها يا مولانا بيتوجع، شوف له حل بقى. كل ده يسيبك يا مولانا وما تسالش حتى ليه ده بيحصل. لا تزد في السؤال، لان السؤال يقود الى الشك والضلال.
ولا تفقد الرضا لأنه أسمى النعم المولى. ارجع إلى الحمد لأن الحمد يقود إلى الإيمان. يا مولانا انا قبل كده ما كنتش بسأل، انما بصراحة دلوقتي مش قادر استحمل. شوف لي حل يا مولانا. لا حل إلا أن تطهر نفسك من الشك والوسواس. دواءك في بدنك لا في نفسك. تطهر ودع الأسئلة لأنها منفذ الشيطان إلى القلب. فتش عن الرضا. سنكتب لك حرزا إن شاء الله ينفع، ولكن نفعه مع الذكر. ارجع إلى الذكر يا عبد الله، ارجع إلى الذكر. هذا الحرز ينفع مع الذكر. ارجع إلى الذكر واطرد شيطانك. مولانا نعم. الحرز ده أصلي. سامحوه لم يعرف عنا الغش والخداع والضلال. هذا الحرز ينفع إن شاء الله لكل شيء، لحل المربوط ووسوسة الشيطان والبنت البائل، كل شيء، والصداع والرمد والمرأة المتعسرة الولادة، كل شيء حي. الأسرار جبلك عالي المحتار، يا صاحب الأسرار جبلك عالي المحتار، علشان أنول الرضا لكن حجابك خاف زود عذاب لسه الطرق متسددة مش عارف الأسباب. يا سيد الدرويش دوت ما ينفعنيش، وصوتي محروق مني ده والحرز ما بيشفيش. يا صاحب الأسرار جبلك عالي المحتار، يا صاحب الأسرار جبلك عالي المحتار، يا صاحب الأسرار جبلك عالي المحتار. وما زلنا اعزائي المشاهدين بنواصل الحديث عن العرض المسرحي رحله حنظله، ومعنا في هذا اللقاء الفنانه دلال عبدون. هتكلمنا عن دورها النهارده عباره عن ايه. اهلا بيكي معانا النهارده وبرحب بيكي. يا ترى دورك النهارده من خلال رحله حنظله؟ دور بشتغل دور ممرضه، بقوم دور ممرضه مع الاستاذ خالد عبد العظيم وكده. هو الدكتور في طب سيكو اعلامي، بيتكلم طبعا ايه على حالات جنون، يعني دكتور يعني مختل عقليا ودكتوره وممرضه معاه مختله عقليا وكده، بتقوم في الحاله بنضحك يعني بعلاء الحنظله وكده. عارفين عدينا اللي شافها وكده على الايام اللي شافها والاسى اللي فيها كتير، فبنتكلم على من ضمن الحاجات يعني الناس من ضمن الناس اللي بيتمسخروا بيه كده، احنا بنتمسخر بيه برضه يعني. أول مرة تمثلي؟ لا أنا كتير، ليا تجارب كتيرة. إيه آخر عرض قدمتيه أو آخر دور أديتيه؟ آخر عرض أديته في أنا عملت دور كتيرة، منهم اسمه إيه ده، منهم لود غراب والقمر، منهم طيف حكاية، منهم مسرحية جواب، منهم اسمه إيه ده منين أجيب ناس، ومنهم طب انت لقيتي صعوبه انك انت قد هذا الدور؟ لا مفيش صعوبه ولا حاجه، لان انا يعني كان الموضوع سهل بالنسبه لك؟ سهل، لان انا بشيل اكتر من دور 2 3، يعني ممكن عادي بقوم بدورين 3. الرساله النهارده عايزين توصلوها من خلال هذا العرض ايه؟ عاوزه اوصل لهم ان هو ما اي حد وكده يعني يفوق من اللي هو فيه وما يتغباش يعني على اي حد، وياخدوا الامور كلها، ما يخش الامور كلها تهريج وكده وبساطه وخلاص يعني. ابسط يا عم، الحرز ده هيحميك من كل حاجه ومش هيخلي الشيطان يرجع لك تاني. يا سلام يا اخوانا، يا سلام على النوم في امان بعد الرضا ما يسكن القلب. في ايه تاني؟ مش قادر، جسمي مكسر، دماغي هتتفرتك، انا تعبان. ما هو لازم تتعب، هو خروج الشيطان منك بالساهل؟ خروج الشيطان؟ ايوه. انت ما سمعتش مولانا الدرويش ليه؟ ان الشيطان كان غويك، واصبر لحد الرضا ما يشملك كلك. انت بتلعب بيا. ده بدل ما تشكرني على اللي بعمله معاك، كمل مشوارك لوحدك. لا الا انت، ارجوك انت بالذات ما تسيبنيش. اسمعني ارجوك، انا مش فاهم حاجه، كل حاجه بشوفها قدامي مقلوب، والناس بينكروني ومش عارف طريقي، مش عارف. كمل سؤالك، انت قربت خلاص توصل للاجابه.
واضح ان الفهم محتاج تدريب طويل. فعلا الفهم محتاج تدريب طويل، وصاحبنا يا اخواننا ابتدى اول التدريبات، مشي كذا خطوه على الطريق، لكن لسه قدامه مسافات علشان يوصل ويلقى اجابه جاهزه لسؤاله. وعشان اعلمه ازاي يوصل لوحده ويلقى اجابه جاهزه لسؤاله لازم اكمل معاه. يلا بينا. يلا. لفينا كتير قوي. يا عم اصبر، احنا ما بنضيعش وقت. هو هنقابل مين دلوقتي؟ هنقابل المثقف الحكيم يا سيدي. ادخل. يا استاذ، يا استاذ يا حكيم، انا انسان بريء. ما من إنسان بريء. البراءة هي العدم. البراءة هي العدم. لأن البراءة قبل وبعد، ومن المستحيل أن تتزامن مع الإنسان. الحماقة وحدها تتزامن مع الوجود. الحماقة وحدها تتزامن مع الوجود. وإذا وجد الإنسان تنزلق البراءة ويبدأ زمن الحماقة الذي لا ينتهي إلا عندما يموت الإنسان. بين براءتين توجد الأفعال والكلمات. الحماقة والعدم. بين براءتين توجد الافعال 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 والكلمات. الحماقة والعدم. بين براءتين توجد الإنسان بريء. هي العدم. حماقة وحدها تتزامن مع الوجود، وإذا وجد الإنسان تنزلق البراءة. كلهم بيسخروا مني، كلهم بيضحكوا على عقلي، كلهم مش عايزيني اعرف او اشوف ايه اللي بيحصل لي ده. ايوه متفقين عليا، كلهم بيخططوا علشان يقضوا عليا. ليه؟ مفيش قانون؟ مفيش حكومة؟ بس فكرة هايلة يا حنظلة، احنا نروح نقابل الحكومة. نقابل الحكومة؟ ايوه يلا بينا. خطوة واحدة وهنفهم كل حاجة عند الحكومة. أيها السادة الموقرون، ده حنظلة نزلت عليه مصايب أكبر من هو يتحملها، علشان كده هو جاي وعنده أمل كبير في ربنا وفيكم يلاقي حل لمشاكله عندكم. تقرير أولي. الحزم. الحزم هو حل المشكلات. نحن هنا في الليل والنهار، في الطقس البارد والطقس الحار، لكي نرعى المواطنين رعاية الأم والطفل الرضيع. ربنا يحميك. اهو ده الكلام اللي يطمن ويبشر بالفرج. انا كاتب من الاول. أيها المواطن اخلص، وقت الحكومة ثمين. أصعص. اصعص ازاي يعني؟ يعني هات من الآخر. طيب خلاص من الاخر. لكن البداية هي سبب كل المصايب. أول حاجة يا سادة، أنا إنسان مستقيم. لا تتباهى أيها المواطن، لا تتباهى، فإن الحكومة لا تحب المتباهين. أنا ما بقولش غير الصدق. خش في الموضوع يا عزيز، خش في الموضوع. أنا كنت ماشي في الشارع في حالي، وفجأة الشرطة قبضت عليا وسجنوني من غير أي ذنب. قاعدتنا الأولية الوقاية خير من العلاج. وفي حالات التربسة الدماغية فإن عدد الشرطي هي المجزية. طول عمري بقول رجال الشرطة يستحقوا أكتر من اللي بياخدوه. عندما ينعس المواطن ينام من الأجفنية. ولماذا؟ لماذا ينام المواطن من الأجفنية؟ لماذا؟ لأن الحكومة ساهرة كالأم الحنون. ماما زمنها جاي، الشوارع هادئة والبيوت آمنة، وركبة المواطن هانئة. دي ماما يا حلوة
يا أجمل غنوة. ماما، أيوة ماما، لهذا يتحتم علينا أن نعتقل المشتبه فيه وأن نسجن الشغب وهو ما زال جنينا في الخواطر. إن ما سمعناه منك يا أخ قزملة يا ريس حنظلة. إن ما سمعناه منك يا أخ حنظلة قد أسعدنا، أسلج صدورنا، وهذا دليل على أن رجالنا الأشداء دول يؤدون واجبهم 100. حبس احتياطي خير من مواجهة فتنة، والقضاء على نوايا الشعب يمنع ظهور الشغب. متهيألي النقطة دي واحدة. اللي بعده خش على الثانية لو كان في ثانية. انت سامع الكلام اللي بيقولوه؟ ما انت مش هيقول لك متهيألي النقطة دي وتخش على الثانية. تاني حاجة، مراتي اللي قسمتها نص حياتي طردتني في الشارع وخدت الشقة لوحدها، أعمل إيه؟ الأسرة هي الخلية الأولى في جسد المجتمع، إذا أينعت أينع المجتمع. لن تتدخل الحكومة ولن تدخل تحت اللحاف لتكشف ما بينكم، ولكن يسرنا أن تقف الزوجات الفاضلات معنا وأن يعاملنا بالحزم. زوجا يفضل التسكع المشبوه على البقاء في كنف الأسرة. المرأة التي تغلق الباب في وجه الزوج المتسكع تساهم في البناء الاقتصادي. أي والله، تشجع التناسل وتجدد شباب المجتمع، تقوي أواصر الأسرة وتحفظها. وأنها لا حكمة من زوجة مواطنة لا تنسى أبدا. فهل هناك إيضاح أوضح من هذا الإيضاح؟ خش على الثالثة لو كان في ثالثة عندك. تالت حاجة يا سادة يا فاضل، ليه كل اللي حيلتي يتسرق وانطرد من شغل؟ إذا لم تضحي أنت وغيرك لم يضحي فكيف نبني هذه البلاد ونعمرها؟ إذا لم تحترق أنت ويحترق هو فمن أين نأتي بالنار؟ ليه أنا دايما اللي ضحي؟ وأنا بس اللي لازم يتحرق؟ وليه أنا دايما اللي حظه زي الزفت؟ ليه كل حاجة ضد؟ الشغل، الجواز، الفلوس، حتى الجزمة. وقبل كل ده وده، إيه معنى الكلمات الكبيرة والشعارات اللي ملت وداني؟ الواجبات، التضحيات، يجب 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 وبعدين لا تفقد الرضا، لا تفقد الرضا، فإننا لا نحب الغيرتين. وإيه كمان؟ واللي ليس منا تمسك الشرطة. وإيه كمان؟ ألنتها صريحة مدوية في هذه المرحلة المثقلة بالمسؤوليات والأخطار. وإيه كمان؟ يجب أن نكون كالبناء المرصوص، نشد أواصر القيم والمبادئ الثابتة. وإيه كمان؟ لم نسمح من شغب أو موقوف أن يدمر وحدة المجتمع ومؤسساته. وإيه كمان؟ إن المسيرة المقدسة ستمضي حافلة مدوية حتى تتحقق الأمان العظيم. وإيه كمان؟ لن نسكت على صوت. وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ انتهت الجلسة. فوقت الحكومة سمين، فهمت ولا لا؟ عطشان، ريقي ناشف، أنا بلف حوالين نفسي وهم مصممين متضامنين عشان أفضل زي ما أنا. وإيه كمان؟ أنا كنت فين كل الوقت ده؟ وإيه كمان؟ إزاي كنت عايش خدعة كبيرة؟ وإيه كمان؟ خدعة لازم تنتهي، أنا أستاهل كل اللي يجرالي. الرحلة كانت شاقة لكن تستحق. الاسم حنظلة. سنة الميلاد دلوقتي. مكان الميلاد هنا. الاسم حنظلة. سنة الميلاد دلوقتي. مكان الميلاد هنا. فصيلة الدم حر. عمر حضور الخوف اتكلم صور افتح عينك هتشوف باب الغرامة نور لازم تكون نفسك اهزم بيوت همسك اكسر سدود بأسك اكتب بقايا السور من الفجر اللي جاء طوب نجاة اوصل لحلمك وانتهى اوهب الروح والحياة اوعى تعيش مجبور اوعى تعيش مجبور عمر حضور الخوف تتكلم صور افتح عينك هتشوف باب الظلام نور لازم تكون نفسك
نفسك اهزم لمسك اكسر سود بأسك يا السور اوصل لحلمك والجمال اوعى تعيش مجنون اوعى تعيش مجنون أعزائي المشاهدين، وبعد ما شفنا معاكم الجزء الثاني والأخير من رحلة حنظلة المسرحية من تأليف سعد الله والنوس ومن إخراج خالد أبو ضيب، بكده نكون وصلنا معاكم نهاية هذه الحلقة. شكرا وإلى اللقاء وحلقة جديدة من المسرح في الصعيد.